علاش الكادي شاده في الثمن ديالها في السوق؟ علاش الفولكس فاغن كادي هي الافضل ما بين المنافسات ديالها وهي الاغلى تقريبا؟ اليوم الاخوان في هذا الفيديو دائما وتحت الطلب ديالكم، حيت كنشوف بزاف ديال التساؤلات، من بينهم هادو هما الاهم اللي كثار بزاف، كتقولوا لي جيب الكادي وسولتوني هاد الاسئله. غادي نحاول نجاوب على هاد الاسئله، وشكرا بزاف لكم الاخوان على الدعم ديالكم وعلى التفاعل ديالكم. وكيف ديما ما تنساوش واحد جيم وبارطاج، واي تساؤل عندكم خليوه لي في كومونتير، غادي نحاول انني نجاوب الجميع باذن الله. ونبداو على بركه الله. الفولكس فاغن الكادي الاخوان كنت هضرت عليها في فيديو تفصيلي، سواء التاريخ ديالها او المعلومات ديالها بصفه عامه، راه كاين الفيديو كاين سواء في الفيسبوك او في اليوتيوب، غنخلي لكم الرابط في اول كومونتير. اليوم الاخوان غادي نهضروا على هذه النسخه اللي معانا، موديل 2019 توت اوبسيون، جايبه العمريه كامله تقريبا، كاينه بحالها اختها ولكن اوتوماتيك، هذه مانيويل. راه كاينه توت اوبسيون كذلك بحالها ولكن اوتوماتيك، هذه اللي معنا اليوم مانيويل. نخليكم مع هذه اللقطات للسياره الجميله اللي معنا اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل. ودابا ندوزو باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم الاخوان. علاش شاده في الثمن ديالها في السوق المغربي؟ اصلا الى حطينا قدام المنافسات مثلا الدوكر او التيبي، راه باين الفرق الكبير، والاغلبيه غادي يميلوا او يتجهوا صوب سياره الكادي، سواء من المظهر الخارجي او من التصميم الداخلي او من الناحيه ديال المحرك. ثاني حاجه الكادي صباره والشاسي ديالها صحيح وثابته في الطريق، وقطع الغيار كيضرب مده طويله، ونسبه الامان فيها عاليه بحيث انها حاصله على 4 ديال النجمات في اختبار السلامه اورو انكاب. وزياده على ذلك جوده ديال التصنيع عاليه، سواء الهيكل الخارجي كيف ما قلت لكم او لا داخليه السياره. ودابا ندوزو للسؤال الثاني اللي هو علاش هي الاغلى بين المنافسات ديالها من نفس الفئه. طبعا الاخوان الجواب راه باين، جوده ديال التصنيع وكذلك المتانه والصح والعمل، بحيث كتلقى الفولكس فاغن كادي ضاربه 300,000 كيلومتر وباقي الموتور فيها في حاله ممتازه. كنهضر على موتور كبير بحال كيف ما كتشوفوا في الفيديو، هذا موتور 2 لتر 110، شوفوا اللي كاين في الطوموبيل، موتور 2 لتر صبار وكيضرب واحد المسافات اللي هي طويله بزاف، وديال الطريق طويله الله يعمر ليه الدار. الناس كيضربوا به 300,000 و400,000 كيلومتر وكيبقى كذلك في حاله ممتازه. وكذلك كتلقى الطوموبيل ضاربه كيف ما قلت لكم هذا العدد من الكيلومتراج، وكتلقى الشاسي باقي مزيان، كتلقى الطوموبيل باقا مزيانه بالرغم من كيف ما قلت لكم هذا العدد كبير ديال الكيلومتراج، عكس مثلا المنافسات بحال التيبي او الدوكر او البيرلينغو، كتلقاها ضاربه 200,000 كيلومتر وكيهربوا منها الناس وكيطيح لها الثمن بزاف. علاش؟ حيت في هذاك العدد ديال الكيلومتراج 200,000 كيلومتر مثلا كتضربها مثلا تيبي، الموتور راه كيكون يعني كتلقى غالبا 50% ولا 60% كتلقى كيفيمي، خصوصا لما لقى التهلو راه كتلقى الموتور ميت صافي. وقطع الغيار كذلك، يعني البياس كتلقى واحد العدد كبير ديال البياسات خاصين في الطوموبيل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الثمن ديال الكادي شحال دايره دابا حاليا في السوق، كنهضر على هذا الموديل ما بين 2015 حتى لدابا. كاينه النسخه الجديده ديالها يعني كيجي الخامس، هذاك غنهضروا عليه ان شاء الله في حلقه اخرى باذن الله. هاد النسخ كيف ما قلت لكم من 2015 حتى 2020 تقريبا دايرين ما بين 12 مليون حتى 22 مليون، على حسب الموديل وعلى حسب العمريه ديال السياره وعلى حسب النوع ديال المحرك اللي كاين فيها، وعلى حسب كذلك واش مديواريه او البلاد، يعني تقدر توصل حتى 22 مليون مغربيه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم الاخوان، شي دعوه بالتيسير ان شاء الله، والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.